السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا نبدأ. أول حاجة أنتوا وحشتوني أوي، والنهارده بقى عندنا أكلة كده بسرعة خفيفة. عندنا سمك بلطي جاي لنا من بلد الدهب، من بلد النيل، من بلدي أسوان حبيبتي. اخواتي انتوا عارفين، يمكن قايله لكم قبل كده ان انا عندي اخواتي عايشين في أسوان يعني. المهم جابوا لنا شوية السمك البلطي دول، كتر خيرهم ربنا يخليهم لينا طبعا. وبعدين يا حبايبي قلنا نعمل ايه بقى، نعملها كده بأكلة موفرة. بلاش الزيت بقى والحاجات دي، وانتوا عارفين الأزمة اللي في الزيت الأيام دي. والله المستعان. عملنا ايه؟ جبنا طماطميتين قطعناهم مكعبات. بصلتين برضو هنقطعهم مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، او يعني جوانح، او زي ما انت عايزه. المهم اللي زي ما اتفقنا قبل كده، اللي ايدك بتحب التقطيعه اللي انت بتعمليها اعمليها. خلاص كده يا حبايبي. وجبنا جزرايه بشرناها. هنقطع كل الخليط ده على بعضه، وهنعمل شويه سمك لوز، اللوز زي العسل. قطعنا بقيه البصل اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنحط بقى ايه، عاملين برضو كام فص توم كده هنقطعهم برضو. وتحطي بقى يا روحي ايه، كمون وملح. دي انا عندي حزمة كزبرة، رحت حاطة منها، رحت مخرطة يعني الوحدتين دول بس زي ما انتوا شايفين كده. والله كان طعمه عسل عسل. شوية كزبرة ناشفين صغيرين، وشوية كمون، وشوية ملح. ادي التتبيلة يعني اللي حطيناها في الخلطة دي. وبعدين السمك ده بعد ما نضفناه حطينا فيه ايه، وهو في الطبق كده حطينا برضو شوية كمون وشوية ملح، وعصرنا ليمونتين مثلا. خلاص بنقلب اهو الخلطة دي مع بعضها كويس كده. بصوا، وبعد كده هنحشي بقى السمك ده، يعني تقولوا مشوي بالخلطة، تقولوا مقلي، تحفة. المهم طعمه فظيع وتحفة، وما بياخدش معاكي وقت، يا دوبك بس يعني تنظيف شوية السمك وتعمليهم كده زي ما انت شايفة وخلاص. طبعا انت محدقة السمك اصلا، حاطه له الحاجات دي، بس تخلي بالك طبعا من الملح، شوية ملح على السمك بشوية الكمون بالليمون، وتركنيهم شوية، وبعد كده تقومي مطلعة على طول ايه، حاطة الخلطة بتاعتك دي. هتحطي شوية من جوه وشوية في الفتحة اللي احنا فاتحينها من الجنب دي. وتتبلي سمكتك كويس من جوه ومن بره كده. وترصي الصاج بتاعك يا لولو او صينيتك، وتحطيها بقى في الفرن. اهو كده، بس المهم ايه، تتبلي سمكك كده كله. وبعد كده عندنا ايه، برضو عندنا فلفل اخضر قرنين مثلا، شوفي انت عايزه حامي او بارد. وليمونتين شرايح. اهو بصي، دول اخر حاجه على الوش كده. بيبقى طعمه بجد في حته تانية. الصاج ده لو قلتي للراجل بتاع السمك يعملهولك، بيعمل الكيلو ب15 جنيه. فانت في البيت اوفر لك، والخضار كله مش هيكلف يعني ال15 جنيه دول. وادي شويه الزيت اللي على الوش دول، بس الرشه دي بس خلاص، عشان تحطيها في الفرن. مش كتير يعني. خلاص كده، بصوا الصاج شكله عامل ازاي، والله يتاكل ني من كتر التحافه والشكل الحلو ده. خلاص بقى، حطينا الصاج بتاعنا في الفرن، وجبنا الحله الجميله القمر دي، حطينا فيها 3 بصلات. طبعا احنا اتفقنا قبل كده كميه البصل على قد الرز. يعني انا مثلا حطيت 3 بصلات على كيلو رز. وهنقلبهم كويس، حتى لو قلنا غمق شويه او اتحرق ما تقلقيش منه. بق الميه اللي انت بتحطيه ده بعد ما تتحمر كويس كده، وتحطي عليها رشه سكر، وتسيبيهم يغلوا مع بعض شويه. ادي رشه السكر اهي. هسيبهم يغلوا مع بعض زي المعجون كده، وبعد كده هضيف بقى ايه المعيار بتاع الرز. يعني انا مثلا حاطه 4 مجات بالاسود ده، حطيت ال4 مجات الميه. غلت الميه زي ما انتم شايفين، حطيت شويه ملح وشويه كمون. وخلاص على كده بقى. مش هحط اي حاجه تانية. عايز تحطي رشه فلفل اسود تحطي، بس انا عشان حاطه فلفل اخضر، والفلفل ده حامي يعني حراق، ما رضيتش احط فلفل اسود. عندي بقيه الجزرايه بقى اللي انا بشرها على السمك، خدتها للرز. حطيت قرن الفلفل الاخضر والطماطمايه المكعبات. بس يا حبايبي كده هنقلب الرز بقى ونسيبه يتشرب. شويه رز صياديه، هم دول بقى الاسكندرانيه على اصوله، الصياديه الاسكندراني على اصله. جبنا طبعا شويه الخضره دول، هنعمل سلطه. بصوا بقى شويه الرز طالعين عاملين ازاي. حضرنا بقى الخضره بتاعت السلطه، والله العظيم شويه رز عجب.
تحفة. أدي بُصّي السمك بقى بعد ما طلع، تحفة برضه، تحفة وطري وجميل وهيعجبكم أوي، جرّبوا الطريقة دي ما تنسوش، وشوية الرز برضه حلوين أوي، وعملنا حبّة سلطة وقلينا فلفل، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وشوية طحينة أهم نسيتهم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم إن شاء الله، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، وكل سنة وأنتم طيبين.